هالتكالب الموجود بالدنيا تكالب عارم. يعني تلقى واحد يملخ الخبزة من حلق الثاني، هذا يريد ياخذ قوت هذا، وهذا يريد ياخذ مكانة هذا، وهذا يتصور ان هذا مزاحمه يريد يوخر عن دربه. شوفوا الدنيا تسوى ان الانسان يسحق اخلاقه من اجل هالشم يوم يعيشهن وهو راح يموت. الانسان لما يفقد احبائه واعزائه دنيا وين تصير؟ دنيا تصير داخل بالقبور مو برا، لانه اللي يحبهم واللي يأنس بيهم واللي يتمازج وياهم روحيا صاروا تحت التراب. وظل بين جماعة بالدنيا شالعين قلبه، ظل بين جماعة مضوقيه المر متعبيه. وتتصور وهذا المعنى اللي كان يعبر عنه الإمام، يقول: ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. تشوف النسمة الرقيقة المهذبة اللي كنت تعيش وياها وانت مرتاح نفسيا، اجوك بعد ذلك ناس ما يسوون ان تطأهم برجلك. هذا يشلع قلبك، يتعب، يخلي لك الحياة مرة. ألعن شيء ان هنا ينازعك على الرغيف منه اللئام. اللئام ينازع، اللئيم ينازعك على الرغيف فعلا. يعني اللئيم بالواقع يحول الحياة الى كدر، يحولها للحياة الى كدر ومشقة وألم، بعكس الانسان النبيل اللي عنده نبل وعنده كرامة. هذا تلقاه يتعامل ينسى حتى نفسه، حتى نفسه ينساها في سبيل اسعاد الاخرين. الدنيا اكو بيها نمط من اللؤم يكدرها للحياة. شوف الانسان شوية اذا حصل بها على منزلة او حصل بها على اموال اخذه الغرور، انغر. يعني ما مو كل واحد عنده آنية تتحمل، وحقك اكو بعض الناس آنيته اصلا ما تتحمل الشيء البسيط، يختل توازنه، تصرفه يختل اصلا، ما تلقى بعد عنده سلوك عقلائي. الدنيا كلها متاع الغرور. يعني انت تشوف هذا قاعد يمك وبعد لحظات ولا انما هو غرور، خيال وحدك. تملك شيء وما تدري ان هذا اللي تملكه يبقى او ما يبقى، غرور، خيال. اكو بعض الناس انت اصلا ما ذي وانت تمشي بدربك، لكن لانك انسان مثلا محترم، او لانك انسان طيب، او لانك انسان الله عز وجل مكفيك، اكو بعض الناس يشتموك قربة الى الله. يعني فرد مجتمعات عندنا اعوذ بالله مريضة. وحقك اكو بعض الناس ما يعرف من الدين الا شوفه متمسك وقت الصلاة، متمسك تمام، يصلي ويصوم، لكن اقعد يمه، اذا قعدت يمه تلقاه هذا الرجل ما يسلم منه احد. من ناحية اكو بعض الناس تلقاه يحمل بصدره شحناء وبغضاء وحسد. ارجوك شهوة الدين شنو شكليات؟ يعني انا اتوضأ واصلي؟ لا، وحقك الاخلاق لها قيمة. لكن تجي لنا احنا كمجتمع مسلم، معنى مسلم يعني من سلم الناس من يده ولسانه. تعال شوف مجتمعاتنا، طب الى مجتمعاتنا هم كيفين احنا مسلمين؟ لا، مج المسلم اللي يحترم المسلم الاخر، المسلم اللي حتى اللي خالفه بالراي يحترمه. ارجوك انا شريت من عندك تصلي او ما تصلي انت وربك، صوم او ما تصوم انت وربك، ما له علاقه بيك. خليني من اتعامل وياك وانا مطمئن انك ما راح تخدعني. خليني من اعامل انسان مو اعامل ذئب. انت ملاحظ اكو بعض الناس اصلا نص اله، يعني يلاقيك داير وجهه، يلاقيك اصلا يقعد ما مفروض قاعد يا الناس، ما تدري. يعني عنده الشم دينار ما يتحاكى، عنده ورقة اسمها شهادة ما يتحاكى، عنده مركز نعم ما يتحاكى. ليش؟ انت تبقى انسان، ذلك الانسان هاي كلها ما لها تأثير على انسانيتك هواية اكبر من هذا.
الشارق يريد يتستر عن أعين الناس، يطلع في قلب الظلام، يطلع بالليل يسرق. لكن وحياتك اكو سراق، اكو حرامية اخطر من هذا اللي يطلع بالليل يسرق متاع. اللي يجيك يسرق منك انسانيتك ومودتك. النمام، هذا النمام اللي يجي الى فلان يتملق من اجل مصلحة، يقول له انا تدري فلان اليوم ذكرك بسوء وانا دافعت عنك، ويظهر هذا الى قضية وياك، عنده شغل وياك، شبيه ليش الشكل يحكي عليك؟ والحال هذا اللي يجيب لك الحكي هو جاي يشتمك، مو ذاك جاي يشتمك. في الواقع هذا هو النمام، هذا سارق المودة من القلوب. لهم عند الله عز وجل عذاب شديد، يعذب عذاب شديد، لأن هذا جاي يسرق شيء أهم من المتاع. متاع سهلة قضيته، هذا له ثوب، سرق له ثوب، سرق له سلعة ممكن تعوض. لكن هذا إذا سرق المودة من القلوب ايش راح يخلق؟ راح يخلق إحن وعداوة وبغضاء وشحناء. يعني أكو واحد وحقك يريح أعصابك، تجي ليه يقول لك أنا منحرف، أنا أشرب خمرة، أنا منحرف، أنا أعمل هالعمل الفلاني، أنا واضح. لكن هذا اللي يجيك لابس جلد شاة وتحته قلب ذئب، هذا يجيك يخدعك باسم الوطنية، أو يخدعك باسم الدين، أو يخدعك باسم الأخلاق. اللون ممن يلبسون لباس الإنسان وعندهم سلوك تماشيح. نعم، هذول من أخطر ما يكون على الأمة، هذول خطر على الأمة. الواقع خطر من أفدح أنواع الأخطار. يعني أكو بعض البشر تقول إذا شفته تترحم على إبليس، وتترحم على جميع المنحطين بالدنيا، وتترحم على جميع الشرور. تقول لهالدرجة توصل الطبيعة البشرية من الانحدار لهالدرجة؟ شيء غريب يعني. وحقك قد تلقى واحد يتحول إلى دنيا من الخير، واحد يتحول إلى بؤرة من الشر. وحقك اكو نمط من الناس يتلذذ بتعذيب الناس. شادي هذا عنده يعني شادي منحرف. وعجبا لحلم الله في تاريخ الإنسانية تلقى النموذج اللي ملأ الإنسانية ألم كله من هالنوع هذا، من النوع اللي إذا تدور لك مكان طاهر بيه ما تلقى. في هذا شو تشتم من عنده، شو تقول له، شو تنقده، بيش تنقده؟ هاي الدنيا هاي نتيجتها.